السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام متتبعي قناتنا، أرحب بكم من جديد وأواصل معكم أحوال الطقس ببلادنا لهذا اليوم وإلى غاية يوم 16 أبريل بإذن الله. أجواء متقلبة هذه الأيام إن شاء الله، بداية من هذا اليوم وقد تستمر إن شاء الله إلى يوم غد وصبيحة يوم الثلاثاء. على العموم تغيرات مفاجئة إن شاء الله في الأحوال الجوية، مع تساقطات مطرية قد تكون إن شاء الله معتدلة إلى خفيفة بهذه المناطق. ما عليكم إلا البقاء معنا ومتابعة الفيديو من البداية إلى النهاية، وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك كي نستمر في تقديم المزيد، وتفعيل زر الجرس على الجميع لتتوصلوا بكل جديد. وكما تشاهدون أعزائي الأوفياء، بداية في حركة الرياح وتراكم الرياح ببلادنا، كما تشاهدون أعزائي الأوفياء هبات رياح قوية إن شاء الله مرتقبة بالمناطق الشمالية، خاصة بالجهة الشرقية، وكذلك هبات رياح قوية إن شاء الله بأقاليمنا الجنوبية، والتي قد تتجاوز إن شاء الله 70 كيلومتر في الساعة كما تشاهدون أعزائي الأوفياء. كما تهم السواحل الأطلسية كذلك هبات رياح قوية. بالنسبة ل 24 ساعة القادمة، كما تشاهدون أعزائي هبات رياح على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وكذلك بالجهة الشرقية أيضا هبات رياح قوية. وبالنسبة لتراكم الرياح لخمس أيام القادمة إن شاء الله، فدائما أجواء إن شاء الله تعرف هبات رياح قوية خاصة على السواحل الأطلسية، حيث من المحتمل إن شاء الله أن تكون هذه الهبات رياح قوية نسبيا قد تتجاوز 70 كيلومتر كما ذكرنا بأقاليمنا الجنوبية. وكما تشاهدون أعزائي الأوفياء نعود إلى خارطة المطر والرعد بالنسبة لهذه الأيام. كما تشاهدون أعزائي الأوفياء خلال هذه الصبيحة سحب كثيفة، والتي قد تعطي بعض القطرات المطرية، وخاصة على السواحل الأطلسية الشمالية إن شاء الله، مع هبات رياح ضعيفة إلى معتدلة أحيانا. عواصف رعدية إن شاء الله قادمة إن شاء الله بداية من كما تشاهدون أعزائي الأوفياء بداية من الفترة المسائية من هذا اليوم. عواصف رعدية ستشهدها بلادنا، خاصة بوسط البلاد بمرتفعات الأطلسين وشمال مدينة قلميم إن شاء الله ستعرف تساقطات مطرية. وبالنسبة لتوقعات يوم غد الاثنين إن شاء الله، الرياح من القطاع الغربي معتدلة إلى قوية أحيانا، مع تساقطات مطرية قد تسجل إن شاء الله بالسواحل الأطلسية الشمالية، وانخفاض في درجة الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة ك20 أو 21 درجة كأعلى درجة من الشمال إلى الجنوب بإذن الله، 19 درجة بقلميم، وكذلك 19 درجة بمدينة الداخلة. وبخصوص توقعات يوم غد إن شاء الله، خلال الفترة المسائية إن شاء الله عواصف رعدية وأمطار قد تكون قوية إن شاء الله، وذلك بتازة وفاس وكيكو وخنيفرة وميدالت، وكذلك بني ملال وتبانت ومراكش وشيشاوة. هذه الحالة الجوية إن شاء الله كما تشاهدون أعزائي الأوفياء مستمرة يوم الثلاثاء لتهم الجهة الشرقية بإذن الله. وبخصوص توقعات يوم الأربعاء القادم، فالأجواء مستقرة وصافية، تبقى الحالة الجوية مستقرة وصافية إن شاء الله أيام الخميس وأيام الجمعة، وفي انتظار تغيرات كما ذكرنا قادمة إلى بلادنا بداية من 18 من أبريل إن شاء الله حسب التوقعات البعيدة المدى. سوف نوافيكم بآخر مستجدات الأحوال الجوية إن شاء الله عما قريب، فلا تنسوا الاشتراك ومتابعة القناة ودعمنا بلايك نستمر في تقديم المزيد. وفي الأخير أشكركم وإلى اللقاء في تحديث قادم بإذن الله.